صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم صافي من قناة سندريلا هوم، واهلا وسهلا بيكم. يومكم جديد كله تفاؤل وفرحة وسعادة وبهجة. ربنا يجعل ايامكم كلها هنا وسرور، ويجعل طلتي عليكم طلة السعد والهنا. قولوا امين. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. حبيت النهارده اعرض معاكم روتين يومي واوريكم يومي ماشي ازاي النهارده زي ما تعودنا مع بعض في الفيديوهات. يلا بينا نبدأ الفيديو وهنتظر رأيكم في التعليقات. اللي متابع الفيديوهات اللي فاتت عارف ان انا عامله جدول وماشيه عليه بقالي فتره. نضفت معاكم الريسبشن في الفيديوهين اللي فاتوا، والمره دي هعمل معاكم الصاله فيها السفره وفيها الانتريه. ده بدات كده ان انا خرجت الترابيزه الاول، لمعتها وخرجتها، وبعدين لمعت الزرعه وبمسح الحوائط كده زي ما انتم شايفين بالممسحه. عملت شغل كتير اوف كاميرا علشان ما اطولش عليكم وتحسوا ان في نظام واحد كده في الفيديوهات، اللي هو التنظيف بطريقه واحده. بس هو عامه التنظيف يعني هو بطريقة واحدة، انا ما بعرفش غيرها، هي ستيب باي ستيب كده بالنسبه لي، ما بعرفش اعمل غير كده. بدات هنا المع السفره من تحت، الاستانلس بتاع السفره بالفوطه، بحطش عليه اي حاجه. بعد ما خلصتها كده بمسح الارضيات، وهبتدي اشيل الفرش دي. انا فرشه الفرش دي لان كنت مسافره ومغطيه العفش كله. طبعا اللي متابع الفيديوهات اللي فاتت عارف، واللي مش متابع واول مره يشوفني ممكن يرجع للفيديوهات اللي فاتت، هيفهم حاجات كتير قوي. شلت الفرش كده وبعدين فرشت السجادة، وهدخل الزرع تاني مكانه. بعد ما مسحته كنت انا ملمعة الترابيزة، دخلتها تاني وحطيت عليها الازاز بتاعها، وهدخل عليها الفازة بتاعتها. بدأت برضو اشيل الفرش اللي كان على السفرة، كنت نفضت الكراسي بتاعة السفرة وبرجعها تاني مكانها زي ما انتم شايفين كده. كنت انا برضو هنا مسحت تحت السفرة وحطيت السجادة بتاعتها. طبعا السجاد ده مغسول وكان متهوي بره، انا اختصرت عليكم كل الحاجات دي وعملتها من غير ما اصور. رجعت بقى هنا الفازة بتاعة السفرة والمبخرة كده، وده الشكل النهائي للمكان وكله كده تمام. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا اسفه ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس فعلا بيجي عليا الليل بحس ان انا اوت اوف مود بقى، خلاص ببقى عايزه ارتاح، ان اليوم مشحون جدا غير اللي بتصور قدامكم ده. في احداث كتيره قوي بتحصل، وفي طلبات بتيجي من بره، وفي مشاوير كتير، وفي حاجات كتير انا بعملها مع نفسي مش بصورها. فعلا ببقى مش قادره ان انا اقعد امنتج الفيديو. بس انا هحاول ان شاء الله ان انا التزم معاكم واكون معاكم الفتره اللي جايه بانتظام، عشان انا بحبكم جدا وبحب اكون موجوده معاكم، وحابه فكره ان لو عندي فكره تفيدكم تستفادوا منها. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، انتوا فايتكم كتير قوي ان انتوا مش عندي على الفيسبوك. صحابنا هناك على الفيسبوك بصوا مخليين الفيديوهات لها رونق تاني خالص ولها مود تاني خالص من التفاعل هناك. اصحابي هناك كتير قوي، فادخلوا على صفحات الفيسبوك هتتبسطوا جدا، وفي هناك فيديوهات مختلفه عن دي. وانا ان شاء الله حاول التزم معاكم هنا في الفيديوهات واكون اكتف معاكم ان شاء الله. خلاص انا وعدتكم كلام رجاله ان انا هبقى معاكم هنا على طول على القناه دي، اخر كلام خلاص ان شاء الله. برضو القناه الكبيره هي بتتقدم دلوقتي مراجعه، فانا مش عايزه انزل عليها اي حاجه على ما اشوف رد اداره اليوتيوب عليا بالنسبه للقناه. اللي مش فاهم في ايه خشوا على القناه الكبيره بتاعه سندريلا هوم هتعرفوا الدنيا فيها ايه. انا هنا بقول لكم ان فاضل الغرفه دي، خلاص هعملها معاكم الفيديو اللي جاي، ويبقى كده الدور بتاع الريسبشن كله تمام وكله كده متروق ورايق، والدنيا بتروق واحده واحده ونفسيا كده برتاح. وهطلع بقى على فوق على الدور اللي فوق انضفه برضو تنظيف اكون مقتنعه بيه. بالنسبه للمطبخ انا ايدي فيه على طول، ما بسيبوش يتكركب خالص، لان المطبخ ده لو سيبناه يتكركب عليه العوض منه العوض، يعني هتاخدي عمرك كله بتنضفي فيه. بس هو ممكن نغسل مع بعض الشفاط، نروق ضرفه كده في المطبخ كده يعني. هنا بقى بعطر خلاص. كنت بوريكم الجزء اللي انا عملته المره اللي فاتت، بفكركم كده انا عملت ايه. وهبتدي اعطر الريسبشن وهندخل بينا يلا على المطبخ. كان هنا جوزي جايب الكرتونة اللبن دي، وكان جايب فواكه وحاجات كانت محتاجة تتعان في التلاجة. هو جوزي بيقول ان كده اوفر لما بيجيب الكرتونة على بعضها، وخصوصا ان احنا يوميا ممكن نستعمل كيلو لبن، قهوة وشاي بلبن، الاولاد بيشربوا عشان التمرين كده يعني. دخلته التلاجة وقلت النهاردة اعمل لهم رز معمر وبطاطس سريعا كده في الفرن، عندي تنظيف وعندي حاجات كتير، فقلت ايه هحط حاجات في الفرن بسرعة وخلاص ونعمل سلطة جنبهم. ولكن هو فاجئني لما جه وقال لي لا طبعا
مش هينفع رز معمر وبطاطس بس، اعملي لحمه علشان الاولاد. عايزه اقول لكم ان جوزي هو كان السبب في ان انا زايده 25 كيلو عن وزن الطبيعي. الحمد لله انا نزلتهم، لو حابين تعرفوا انا نزلتهم ازاي ممكن اعمل لكم فيديو. انا نزلت 25 كيلو في حوالي 7 شهور، خدتهم بالراحه علشان جسمي ما يتأثرش وشكلي ما يتغيرش. محمود بقى من النوع اللي بيحب يزغطني بالليل بالنهار، يعني تحس ان هو جايب بطة بيربيها وعمال يزغط فيها. مش بيجيب كده كيلو فاكهة زي الناس الطبيعيين، لا هو بيجيب اقفاص، كل حاجة عنده كتير كده، لازم يجيب كتير. هو السبب في اللي انا كنت فيه والله بجد. وبيأكلني بالليل متأخر جدا، بيأكلني بالنهار ويصحيني يأكلني. هو ما تفهموش في ايه، يقول لي لا كلي. احلف له 100 يمين ان انا اتغديت، لا هتاكلي معايا تاني. انا فطرت، لا هتفطري معايا تاني. اللي هو انا بقيت بحترم نفسي واستناه ومرضاش اكل غير لما يجي عشان ما ياكلنيش مرتين. فالله يسامحه، يعني انا لما حبيت اخس انا خليته يعمل معايا رجيم عشان يقتنع ان انا ابطل اكل. المهم عملت هنا صينيه رز معمر وبطاطس، وزي ما بقول لكم كنت خلاص على كده وتمام وهعمل سلطه. جه قال لي لا اعملي لحمه علشان الاولاد وعلشان بيتمرنوا. فقمت مطلعه كيس لحمه قلت اسلقه، بعد اصلا ما كان خلاص الرز المعمر والبطاطس كانوا اتعملوا. يعني شوفوا هنا كنت انا طلعتهم من الفرن خلاص وكانوا اتعملوا. فهو لما جه قال لي لا مش هينفع العيال تاكل كده، اعملي لهم كيس لحمه. قلت له اوكي. طلعت كيلو لحمة وغليت مية وحطيت لها بصل وطماطم وميكس توابل كده وحبهان، وبعدين قمت حطاها تتسلق. وهنا كان الرز المعمر والبطاطس خلاص كانوا طلعوا من الفرن، وده كان غدانا النهارده. هنا كان جايب قفص مانجا. انا كنت عايزه افرز المانجا دي، بس هو جاب مانجا انا ما بحبهاش في التفريز. المانجا دي اسمها نعومي تقريبا. انتوا بتحبوا طعمها المانجا دي النوعيه دي؟ انا بحسها ان هي حاجه مسكره قوي، بس لكن المانجا الصح بقى اللي انا بحب اكلها مانجا الفص والمانجا العويسي، دول احسن نوعين مانجا ممكن اكلهم. ويليهم الزبديه. الزبديه طبعا بتتفرز، لكن دي لما لقيته جايب من دي فقلت لا خلاص هي دي هياكلوها، مش هينفع ان هي تتفرز. مسحتها كده ومبرضاش اغسلها علشان هتقعد فتره طويله بقى في التلاجة عشان ما تبص، فبمسحها بس كده، وقت ما حد يجي يطلع واحدة ياكلها بيغسلها. المهم حطيتها كده في الدرج بتاع التلاجة وقلت ادخلها التلاجة تسقع كده، وعايزة افكر لهم في حاجة حلوة اعملها لهم بالمانجا. كان جايب هنا برضو نوعية البلح ده انا بحبه قوي، هو جايبه ده علشاني عشان هو عارفه ان انا بحبه. البلح ده اسمه بلح برحي او البلح السعودي تقريبا، حلو قوي مسكر وجميل، احسن من الاحمر بصراحه. الاحمر بيشرق كده شويه لكن ده حلو. فانا قلت برضو اغسلهم واحطهم كده في التلاجة يبقوا نضاف، ده لو اتغسل واتحط في التلاجة مش بيبوظ زي المانجا. فبدات ان انا اشيل منه كده العصايات اللي كانت فيه دي وهغسلهم دلوقتي. هاخدهم بقى دلوقتي تحت المية ادعكم كويس جدا. اهم حاجة طبعا غسيل الفواكه تتغسل كويس علشان ولادكم لما ياخدوا حاجة من التلاجة تكونوا ضامنين ان هي مغسولة كويس. دايما ما تعتمدوش على غسيل الاطفال او غسيل الاولاد للحاجة، اغسلوا انتوا الحاجة. كل واحدة بتبقى عارفة هي بتغسل الحاجة ازاي والطريقة الصح لنظافة الحاجة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى لكم مشاهدة ممتعة على الفيديو، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جاية كتيرة وروتينات محفزة جاية كتيرة. كانت معاكم صافي من قناة سندريلا هوم، واسيبكم في رعاية الله وامنه، وباي باي.